ازيكم عاملين ايه؟ يلا نشوف هنعمل مع بعض ايه النهارده. حاجات كده سهله وسريعه. وبصوا، من نص كيلو لحمه يا جماعه تعدمتوا الوصفتين دولت ان شاء الله كده في عزومات رمضان باذن الله. انا عن نفسي لما يكون عندي عزومه وعايزه اعمل مثلا حاجه فيها لحمه باقل التكاليف، ممكن اعمل مثلا حاجه زي كده واعمل جنبيها الفراخ. ان كنت اعمل مثلا مكرونه بشاميل، ان كنت اعمل كفته، كنت اعمل اي حاجه على قد ما هقدر ان انا اقتصد معاكم ان شاء الله. هنقتصد مع بعض الايام اللي جايه ديت ونحاول ما نهدرش كتير. اهم حاجه يا جماعه ما ننساش الصدقه. وان شاء الله في رمضان كده يعني ما ننساش ان احنا نطعم ونعمل افطار حتى لو وجبه واحده. يعني شوفي فضل ربنا عليكي هيكون ايه. يلا مع بعض كده نسمي الله. بس قبل اي حاجه ما تنسوش الاشياء بتاعتي اللي هي اللايك والشير والسبسكرايب لو بتتابعوني لاول مره. وحبايبي اللي بيتفرجوا عليا ما ينسوش يحطوا اللايك. يلا بقى كده نقول بسم الله ونطلع حتة ليا ضاني كده من اللي احنا مسيحينها، وحتة ليا من السليمة اللي كانت عندنا. حطيتهم كده في الطاسة وسخنتهم جدا. طبعا اللحمة متقطعة بالشكل دوت ليه؟ اللحمة دي يا جماعة كانت مشكلتها مشكلة. يعني انا في الاول قلت يعني انا كنت هقطعها واعمل ستيك. بعد ما قطع لي لحمة الستيك عادي قلت له لا قطعها لي شاورما، على اساس ان انا كنت هعمل شاورما. وبعد كده يعني حصل عندي ظرف فاضطريت ان انا اعمل اكل يكفيني يومين علشان خاطر كنت بنزل كل يوم. طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده حطيت اللية مثلا او اي مادة دهنية انت بتفضليها، بس انا عن نفسي الوصفة بتاعتي بتبقى حلوة جدا باللية الضاني. سخنت معايا كده ونزلت باللحمة وهي الطاسة سخنة، وما قلبتهاش غير لما حسيت ان الوش الاولاني بتاعها اتغير عشان ما تجيبش معايا مية. نزلت عليها كده بقرن الفلفل والبصلاية ومعلقة الثوم بتاعتي، وهسيبها كده تتشوح مع بعضها لحد بقى ايه ما ريحة الميكس دوت كده كلها تطلع مع بعض. انزل عليها بمعلقة الصلصة وبرضو اقلبهم كلهم مع بعض ونشوف ونكمل هنعمل ايه مع بعض. زي ما قلت لكم انا ما كانش في دماغي خالص ان انا اعمل الاكل دوت. كان في دماغي ان انا هعمل شاورما سوري صراحه، وجنبيها يعني كنت هعمل مثلا رغيفين ثلاثه كده شاورما سوري صاج عادي، وكنت هعمل فتة شاورما وتوميه ومش عارفه ايه. بس يعني النصيب بقى جه كده. بعد طبعا ما قلبت الميكس ده كله مع بعض وريحته يعني طلعت كده وفحفحت، طلعت الباميه بتاعتي من الفريزر، طلعت كيس كده ورحت نازله بيه على يعني اللحمه والخضار اللي انا عاملاه. بصوا يا جماعه الباميه حلوه هي وخضره، وبصوا لونها متغيرش ولا اي حاجه. انا بخزن الباميه يا دوب بجيبها اغسلها غسله كويسه، اسيبها تنشف تماما وبروح مقمعاها واحطها في الفريزر، ولا اكتر ولا اقل. ولا بعملها ببخار ولا بديها سلقه ولا بديها اي حاجه. بتطلع حلوه معايا زي ما انتوا شايفين. احط كده الليمونه الكامله بتاعتي معايا. انا عايزه تيست الليمون يكون عالي معايا، فهحط الليمونه بقشرتها كده ومش هعصرها. انزل بقى بالطماطم واسيبها تغلي كده وتاخد وتدي مع بعضها لحد ما تستوي معايا، وابدا ان انا بهر الطاجن بتاعي. طبعا يا جماعه نص كيلو اللحمه او نص كيلو الشاورما طلع لي بصوا الطاجنين دولت، وكانت حاجه يعني تحفه تحفه تحفه. والريحه كانت جايبه اخر الدنيا. زي ما قلت لك عايزه تحطي اي ماده دهنيه عندك حطيها، بس انا صراحه بحب طعم اللي الضاني في الباميه. هنا كده كانت خلاص اتسبكت بقى معايا ونشفت، وبصوا شربت الطماطم بتاعتها. انزل عليها بقى بكوبايه ميه وهسيبها تغلي مع بعضيها كده بالميه قبل ما احطها في الطاجن البايركس بتاعي عشان خاطر ادخلها الفرن. طبعا لو طاجن فخار هتبقى احلى واحلى واحلى كمان. يا دوب يا جماعه هحط لها رشه سكر ورشه ملح وبابريكا وكزبره وفلفل اسود. بابريكا، كزبرة، فلفل اسود، رشة ملح، رشة سكر. اقلبها تقلبتين كده وافضيها وادخلها الفرن. نيجي بقى على الطاجن التاني او على الصينية التانية وهي البطاطس. هقولك على غلطة حصلت مني في البطاطس واتمنى انك ما تعمليهاش. اول حاجة كده البطاطس يا جماعة بتحب الزيت. البطاطس بتحب الزيت وبتحب الثوم. زيت، ثوم، كمون. البطاطس بتحبهم او صينية البطاطس عامة بتحبهم. انا هنا كده مادام هطبخ بزيت يبقى بطبخ بزيت ذره، ما بطبخش بزيت عادي اللي هو يعني زيت الذره بيبقى احسن لو هحطه في الطبيخ. انزل كده بقى بالبطاطس بتاعتي. مش هحمرها ولا يعني مثلا هخليها تاخد لون، لا، بس يا دوب عايزاها تقفل المسام بتاعتها. شايفين لونها بدأ يغير اهوت، بس ما خدتش لون، هي لسه على لونها فاتحه زي ما هي.
هقلبها كده تقلبتين وارجعها لورا وابدا انزل ببقيه اللحمه اللي معايا. يبقى دي كده نص كيلو اللحمه اللي كان معايا، خدته اول حاجه للباميه وعملتها، وادي بقيته للبطاطس. هنزله كده طبعا الصينيه بتاعتي انا ضامنه ان هي سخنه من البطاطس والزيت، ويا دوب اول ما نزلته بدا ياخد لون، هروح مقلباه على الوش التاني لحد ما اللحمه بتاعتي كل لونها يتغير. نفس الموضوع برضو هنزل عليها بالبصلية الصغيرة وفصين الثوم المدقوقين وقرن الفلفل، وهنمكس كل ده كله كده مع بعضه. وفي الحالة ديت عايزة تديها مكعب مرق الدجاج وحبة شوربة وتسويها على كده بالتوابل اللي انا هحطها ديت، بابريكا وكمون وفلفل اسود وكزبرة وسكر ومرق الدجاج وملح. عايزة تسويها في الوقت دوت يعني بنفس اللون دوت وتطلع معاكي صينية بطاطس بيضة، مفيش اي مشكلة. عايزة تعملي زي ما انا عملت وحطيت طماطم برضو مفيش اي مشكلة، يعني هي كده معاكي تنفع ومعاكي كده تنفع. بص، لما تتقلب بقى كلها مع بعضيها كده، دي لو كانت خدت حبة مية صغيرين بس كانت طلعت صينية بطاطس حكاية. وعامة يا جماعة انا ممكن اعملها كده، بس بعملها كده بالفراخ، يعني اعمل الميكس ده كله مع بعضه كده وارص عليها قطع الفراخ وادخلها الفرن. بعد كده هنزل عليها بقى بالطماطم بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، واديها الغلوتين على النار من فوق لحد ما تغلي، واروح فاتحه عليها الشوايه. انا هنا بقى الغلطه اللي انا غلطتها ان انا خليتها استوت سوا كامل على النار من فوق، يعني بصوا خليتها نشفت تماما على النار من فوق. كان المفروض ان انا ادخلها الفرن تستوي وبعد كده اروح فاتحه عليها الشوايه. بعد ما استوت بقى يعني هي بس طلعت ناشفه معايا شويه، فتحت عليها الشوايه وكانت بالمنظر دوت يا جماعه، جنب حبه رز بالشعريه. عملنا الصينيه ديت وعملنا طاجن الباميه الرهيب اللي ريحته كانت جايبه اخر الدنيا. جربي وبالهبل.